مبدئيا كده انا جابت لي الكارت ده وقالت لي الكارت ده مش لاي حد، الكارت ده لجمهوريه خالد فين. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي بص يا سيدي. المهم انا خدت بعض وطلعت على عيادات الركح، ولحد دلوقتي مش فاهم ايه حوار الكارت. دخلت قلت لها عايزه اكشف خانه البنات مني، واكتشفت حاجه مهمه جدا. قالت لي اتفضل اشرب الويلكم درينك بتاعك. اكتشفت ان الويلكم درينك عندهم ببلاش. وجات لي الانسه دي بقى قالت لي حاجه مهمه جدا، ان الكارت ده بيحاسبك على كل حاجه بنص الثمن. والكارت ده اسمه فاميلي اي دي، ممكن اي حد من عيلتك يستخدمه. وقبل ما اخش للدكتور لقيتهم بيكشفوا نبض وسكر وضغط وكل حاجه. ولما الدكتور قال لي بتشتكي من ايه، قلت له انا ما عنديش اي حاجه، انا جاي اخد سيشن فرفشه. وطبعا حد يجي يقول لي مش دي مستشفى خلوده، احب اقول لك لا، هي حاجه شبه المستشفى بس من غير عمليات. يعني كل التخصصات اللي انت محتاجها هتلاقيها في المكان ده. وقبل ما نخش في اي تفاصيل، المكان مريح جدا جدا جدا، وكمان بيشغل لك بقى نتفليكس وشغل عالي. بص انا بدات بقى بالمساج. وبعد كده الجهاز ده اللي ما اعرفش اسمه، هو حاجه كده بتكهرب الجسم بس بيفرفش كده. وكل اللي بحكي لك عليه ده يعتبر علاج طبيعي، لان انا عندي مشكله في ظهري بسبب السواقه. فصدقني ايا كان عمرك انت محتاج المكان ده. لا وكمان هتلاقي تخصصات مش موجوده في اي حته، زي شفط الدهون، ده غير طبعا الفيلر والبوكيتس. وانا بالنسبه لي اكتر حاجه استمتعت بيها هي الجلسه دي. ودي دكتوره نفسيه، ايوه